السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويتوني. النهارده هنعمل مع بعض احلى طاسه كبده بالليه بطريقه سهله وبسيطه، بنفس تيست المحلات اللي بتعمل كبده بالليه حلو. معانا هنا طاسه حطينا فيها قطع ليه صغيره كده، انا هعمل ربع كيلو كبده، بس كل ما طبعا الكميه تزيد كتروا الليه. قطع كده قطعتها قطع صغيرة مع شوية زيت، ومعايا معلقة توم صغيرة، يعني اقل كمان من معلقة توم صغيرة مفرومة. اول كده ما التوم يتشوح هنزل بالكبدة على طول. الكبدة انا بجيبها دي كبدة عادية مش بلدي، بجيبها شرايح وانا اللي بقطعها، بلاش تشتروها متقطعة من المحل، هاتوها انتوا شرايح وقطعوها انتوا افضل يعني. وبسيبها بقى تفك خالص التلج بتاعها لغاية ما المية الدم اللي فيها او التلج بتاعها يفك خالص، وما بنغسلهاش. كبدة لو اتغسلت مش هتبقى حلو. هنحطها كده بقى مع الليه والزيت والثوم لغاية ما تمسك نفسها شوية، وبعد كده نبتدي نقلبها. بلاش نقلبها اول ما نحطها عشان ما تقطعش مننا، لانها اول ما بتنزل بتلزق، وبعد كده بقى ما بتمسك نفسها بتتقلب معاكي بسهولة زي ما انت شايفه. هنفضل بقى نقلب فيها بقى كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولازم تبقى كمية الزيت كتيرة شوية كده علشان الكبدة تبقى طرية. اول بقى ما لونها يتغير نبتدي نحط التوابل. هنحط رشة فلفل اسود ورشة كزبرة، حابين تحطوا شطة زي ما تحبوا. الكبدة ما يتحطش عليها اكتر من كده، وممكن تحطوا شوية كمون وممكن تحطوا شوية خل، بس بصراحة انا مش بفضل الخل مع الكبدة، بحس ان هو بينشفها شوية. بعد كده هنقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بقى هنا كنت مقطعه فلفل رومي مع فلفل حراق، وهحطها في الاخر خالص. الكبدة مش بتاخد وقت، ودايما اللي بيشتكي ويقول الكبدة بتطلع معايا ناشفة يعني بيحطها على النار مدة طويلة. الكبدة يعني مش بتكمل 3 دقايق على النار زي ما انتوا شايفين. انا يا دوبك كنت بس بوقف عقبال ما اجيب الحاجة وارجع اصور تاني. عملتها وانا واقفة. يعني لو بعمل جنبها بطاطس محمرة بحمر بطاطس الاول وخلاص بقى، وانا بفنش وبحط الاكل بعمل الكبدة اللي انتوا شايفينها دي. وطبعا حطيت الملح في الاخر زي ما شفتوا كده، وكانت الكبدة جهزت معانا. لو عايزة كبدة طرية وحلوة وطعمها حلو اعمليها بالطريقة اللي انا بقولك عليها دي، هتعمليها على طول. اللي هي بيخلي طعم الكبدة حلو جدا. ما عندكش ليه ممكن سمنة بلدي، ممكن سمنة عادية، وممكن زيت، بس كتري الزيت شوية علشان الكبدة تبقى طرية زي ما قلتلك. وهنا بقى خلاص كنت طفيت عليها، وهي ما تتاكلش الا سخنه، وبلاش تعملوها وبعد كده ترجعوا تسخنوها، مش هتبقى حلوه خالص. وما تنسوش اللايك والاشتراك، وسلام عليكم وباي باي.